طيب هو ده يعني أنا بُص، أنا مش هاسميها خناقة المهندسين والصنايعية، ولكن خلّينا نقول إن النهارده هنتكلم عن رأي الصنايعية في المهندسين، وخلّينا ما ناخدش قرار ولا رأي في هذه الحلقة إلا لمّا نسمع رأي المهندسين في الصنايعية، عشان يبقى حطينا الرأيين قدّام بعض ونقدر بعد كده ناخد قرار. الصنايعي دايمًا هو شايف إن المهندس ما بيعملش حاجة، ما بيتعبش، هو راجل قاعد في المكتب، قاعد على اللابتوب بتاعه، قاعد بيشرب النسكافيه والقهوة والشاي، وبياخد شوية معلومات نظرية ويشتغل بيها. لكن بدون الصنايعي اللي بيقف في الحر وفي الشمس وفي البرد وبيشيل وبيحط وبيهلك وبيتعب، الدنيا مش هتشتغل. ده كلام ممتاز جدًا. لكن الصنايعي في نفس الوقت شايف ان المهندس بياخد فلوس وحق اكتر من حقه، لكن في الاخر ما بيديش الشغل نفس اللي بيديه الصنايعي. ده لحد دلوقتي احنا بنتكلم في رأي الصنايعية في المهندسين. تمام. ولما بيكون في شغل، مش هنقول بقى شغل المقاولات، ما هو شغل المقاولات في الشركات الكبيرة لازم بيكون في مهندسين وبيكون في عمال ومشرفين وصنايعية، لأنها منظومة متكاملة، ودي هنقولها في حلقة لوحدها. لكن خلينا بقى نتكلم في شغل مثلا التشطيبات أو شغل الأهالي اللي هو العادي. حضرتك عايز تعمل نقاشة، عايز تعمل سباكة، عايز تعمل أي حاجة، بتجيب صنايعي أو بتجيب شركة مهندس تشطيبات عشان يعمل لك الشغل اللي عندك في البيت. ايه الفرق لما انا اروح للصنايعي مباشرة، وايه الفرق ان انا لما اروح لشركة التشطيبات واتكلم معاه؟ الصنايعي لما انا بروح له هو بياخد الشغلانة، بيقول لك والله انا هاخد المتر بقد كذا، بتتفقوا خلاص، هي بتبقى الشغلانة على قدها وخلص الموضوع. لكن انا لو هشطب فيلا، هشطب شقة، هشطب مول، هشطب حاجة كبيرة، ببقى محتاج حد يبقى فيه مهندس. هنا بيختلف السعر وبيختلف الوضع. طيب المهندس يجي يقول لك إيه يعني انا من غير الصنايعي الشاطر الكويس اللي هيديني الشغل مش هعرف اعمل حاجه. والصنايعي يقول لك هو المهندس بيعمل ايه؟ ما بيعملش حاجه وبياخد من ورانا فلوس قد كده. فتعالى بزره، لو انت هتاخد من الزبون في المتر 5 جنيه، لا تعالى خد من المهندس هنا هو 10 جنيه. وتلاقي دي حيره عند المهندسين وعند الصنايعيه ومشكله كبيره جدا. لازم يا جماعة نقرب وجهات النظر، لازم نعرف ان احنا مش في خناقة ما بين المهندس وما بين الصنايعي، ولا العكس، ولا ده بيتطور على ده. المفروض ان الصنايعي بيتعامل مع المهندس بكل ادب واحترام، والمهندس بيتعامل مع الصنايعي بكل ادب واحترام، لان هما الاتنين بيكملوا بعض. المهندس هو عنده مجموعة خبرات، خاصة لما يكون كبير في السن وقديم، مش زي مثلا بعض الصنايعية يقول لك ده لسه جديد، ده لسه جاي يتعلم مننا، ده لسه، ما دي برضو من ضمن الخناقة اللي بتحصل. لكن احنا هنتكلم لما يكون في نقطة تعادل بين الاتنين، صنايعي بيتعامل باحترام مع مهندس فاهم وشاطر، ومهندس شاطر وفاهم بيتعامل مع صنايعي فاهم وشاطر. ما في صنايعية برضو مش هقول لكم على ما تفرج، يعني على قدهم وفاهمين ان هم نفسهم دكاترة والدنيا جامدة قوي. مش كده؟ يبقى لازم نحقق المعادلة الصح. ما يجيش الصنايعي لما يكون بياخد المتر مثلا ب5 جنيه من الزبون يروح يقول للمهندس انا هاخد منك ب10 جنيه. ما هو المهندس مش واخد الشغلانه دي المتر ب1,000,000 جنيه. اذا كنت حضرتك بتاخده ب5، هو بالكتير واخد ب6 عشان يطلع جنيه. لكن المهندس هنا موجود بيحل بقى مشكله لما بيكون شغلانه كبيره. لما يكون في مشكله ما بين بتاع المحاره وبتاع النقاشه، هو بيقدر يحلها ويلمهم ما بينهم ويستلم من ده ويسلم لده. لما يكون في السباك هيشتغل مع بتاع السيراميك، بيقدر يحل المشكله ويلم ده من ده. هو عامل زي رمانة الميزان، عامل زي الكنترول، هو فعلا المايسترو اللي بيقود المجموعه عشان في الاخر يطلع الدنيا. وما تنساش انه قدام المالك قدام العميل هو اللي هيشيل الليله لو طلع الشغل وحش. بيبقى الصنايعي هنا محمي 100%، بعكس الصنايعي لما هو يروح ياخد شغلانه وتحصل مشكله. فلازم نفهم ان هم في الاخر بيكملوا بعض مش ضد بعض. دي حاجة مهمة قوي، وخلونا هنكمل لان الموضوع ده مهم وفيه مشاكل كتير، وان شاء الله نحلها مع بعضنا على التوالي في الايام اللي جاية. دمتم بخير وما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله.